بنعمل سمك يا جماعه. عقبال عندكم، عقبال عندكم. بنعمل سمك. اما اشوف كده ما شاء الله. بصوا زي الفل. بصوا السمكية بتتكلم عن نفسها، متحمرة كده وايه، متهنتنة. اسمها ايه؟ متهنتنة. قولوا لهم كلمة يا ماما. في المنطق، في المنطق اعملها تصوري في حماتك ومش بتصوري مامتك. مامتك فين؟ اي مامتك مامتك فين؟ انا هوريها لكم دلوقتي. حطي لايك. انا عايزة بقى الفيديو ده يضرب لايكات كتير. يضرب تحطي لي لايكات كتير كده، لايكات كتير كتير كتير. اوكي. للسمك طبعا ولا ماما. اما اشوف هتعملوا للسمك قد ايه ولو امي قد ايه. ست الحبايب يا ضنايا انت. بصوا بقى السمك وجماله يا جماله. يولع كده في الفرن. الطماطم بقى هي مرخصها في السوق. اللي عايز يجيب حبة طماطم دلوقتي يستغل الفرصة. بما ان داخل علينا رمضان، كل سنة وانتوا طيبين. استغل الفرصة دلوقتي وانزلي هاتي طماطم. الطماطم دلوقتي ب5 جنيه وب4 جنيه. وعارفين الطماطم ده انا جايباها بكام؟ والله جايباها ب4 جنيه اهي. ب4 جنيه جايباها من السوق ب4 جنيه. في ناس جنبنا بيبيعوها بس ب5 جنيه، يعني فرق جنيه بس حلو اهي. هتقولوا يا ام غنى فيها صفار بسيط. لا هي انا هسيبها شويه كده على البتاع عشان انا اصلا هصلصلها عندي الفريزر. التلاجة مش عارفه بايظه ليه. التلاجة بتعمل صوت كده وبايظه. ربنا يستر بقى عشان اعرف احط الحاجه دي. انا سايبه الحاجه دي بره كده. وجبت بطاطس. انا حطيت البطاطس وجبت بصل. جبت البصل اللهم صل على النبي. جبت البصل ب15 جنيه. جايباه البصل الاحمر. البصل الابيض ب10 جنيه يا جماعه في السوق. وجبت اللهم صل على النبي والبتاع. انا قلت اصور لكم كده على السريع. وجبت بقى جرجير وشبت وبقدونس. عشان انا جايبه شبت وبقدونس وكزبره عشان خاطر اخرطها مع دي. تمام. واعملها كيسين كده في الفريزر. اشوف يكملوا معايا الفيديو. كملوا معايا الفيديو. حط اللايك. اللايك اللي مش حاطط اللايك حط اللايك. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. بصوا بقى يا جماعه، النهارده المفاجاه اللي انا كنت قايله لكم عليها. ايه هي المفاجاه دي يا ام غنى؟ طبعا في ناس كتير تقول ايه انت ما بتظهريش امك ليه؟ امك ما بتظهرش معاكي خالص. ده اول ظهور لامي في القناه. دي المفاجاه اللي انا كنت اللي انتوا كنتوا مستنظرينها. اللي انا كنت بقول لكم في مفاجاه. قلت لكم قبل كده في مفاجاه. فهي دي بقى المفاجاه. المفاجاه ايه يا ام غنى؟ المفاجاه ان امي جت من البلد. طبعا الفيديو اللي فات طبعا شفتوا الحاجات اللي هي جايباها لي. وشفتوا انا عملت لها. كنت انا عامله اكل على جيتها وكده. اللهم صل على النبي. الفيديو ده بقى هتشوفوا امي في الفيديو ده. النهارده تالت يوم ليها وهي معايا. كنت في السوق النهارده. قلت اما اروح اجيب سمك عشان اشويه وايه. وهتشوفونا بقى واحنا بنشوي السمك وكده. وعشان مش احرق عليكم الفيديو هتشوفونا كده مع بعض. فاول ظهور لامي النهارده. دي المفاجاه اللي انا كنت محضرها لكم عشان في ناس كتير كانت بتسالني عليها. حط بقى اللايك الحلو اللي منك كده واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش. وفعلي زر الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلك الاشعار بيه وتتفرجي عليه. وقولي لي الفيديو عجبك ولا لا. عشان لو عجبك حط اللايك الحلو. المهم يا جماعه، انا رحت السوق النهارده. قلت بما ان امي هنا اروح بقى السوق اجيب سمك. عشان دي تالت يوم. اول يوم عملت اكل وكنت عامله ممبار وعامله محشي ورق عنب ومحشي كرنب. انتوا شفتوا الفيديو اللي فات. لكن النهارده بقى هعمل لها ايه؟ سمك. احنا زهقنا بقى من الاكل هي. قلت اعمل لك النهارده اكل ايه. قالت لي اللي تعمليه. بصراحه بتقولي ان اللي انت هتاكلوا منه انا هاكل منه. بس احنا طبعا عايزين نجيب سمك كده ونشويه كده في الساعه دي عايزه ايه؟ عايزه نقعد جنب الفرن كده ونشوي بقى وكده. يعني في فيديوهين 3 كده هتشوفوها معايا. مش عارفه الفيديو ده وفيديو كمان او فيديوهين هتشوفوها معايا. فبقى ايه، كملوا معايا الفيديو. بس حط اللايك وصلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. وكل سنه وانتم طيبين. فاضل حاجات بسيطه ويدخل علينا ايه؟ رمضان. كل سنه وانتم طيبين ويعودها عليكم الايام بخير يا رب. لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين.
يدخل علينا رمضان كده باليمن والبركة، ويدخل علينا كده واحنا ايه متهنيين ومبسوطين. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان. طبعا خلاص ما عادش في ايام بسيطة خالص ويدخل علينا ايه شعبان، وبعد كده ايه رمضان. يلا بينا يلا بينا عشان ما نرغيش كتير. اتفرجوا معايا بقى على الفيديو ويلا. بحبكم في الله. بصوا بقى يا جماعة، جبت الكرومبة دي تمام عشان نبقى نعمل محشي بقى. ما شاء الله ما شاء الله، صلوا كده على حبيبنا وشفيعنا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا جبت الكرومبة دي ما شاء الله، بصوا عاملة ازاي زي الفل. جبتها بكام يا ام غنى؟ بصوا هي قد ايه طبعا. جبتها بكام يا ام غنى؟ هي قالت لي ب30 بس انا جبتها اللهم صل على النبي، جبتها ب25. وهنا جبت سبانخ اهو. بحب السبانخ الصغيره، الربطه تكون صغيره، شايفين؟ بحب السبانخ الربطه تكون كده ايه صغيره. بسم الله. جبت كيلو، واحنا عندنا السبانخ مش بالربطه بالكيلو. جبت كيلو كده اهي. هي تبان لكم ان هي ايه ولا هي صغيره ولا هي كبيره. بحب السبانخ الصغيره يا جماعه، بتبقى بلدي حاجه كده جميله. بصوا اهي. جبت الكيلو السبانخ طبعا اليوم ده اللي هو اليوم السوق، قصدي رحت السوق، يعني رحت السوق قلت مملى البيت خير كده عشان امي هنا وكده. وقلت اللهم صل على النبي ان عشان اعمل لها مره محشي مره خضار مره. وطبعا هتشوفوا دلوقتي وانا بشوي معاكم السمك. وجبت الفلفل ده وده فلفل كده. الفلفل مش عارفه الفلفل غالي ليه. هو الفلفل غالي ليه يا جماعه؟ مش عارفه. الفلفل ده يا جماعه جايباه ب20 جنيه. جبت نص كيلو بس تمام. والبتنجان ده جايباه اللهم صل على النبي ب12 جنيه. ب12 جنيه البتنجان ده اهو ب12 جنيه. بصوا البتنجانه بتلمع وحلوه ازاي. البتنجانه دي بقى ايه جيبها وانت مطمئنه. بصوا طريه كده. بحب البتنجان الطري، بيبقى حلو مش بيبقى فيه بذر كتير. جبت البتنجان ب12 جنيه الكيلو، وجبت الفلفل ب20 جنيه الكيلو، بس انا جايبه نص كيلو بس تمام. الطماطم بقى يا مرخصها. الطماطم بقى يا مرخصها في السوق. اللي عايز يجيب حبه طماطم دلوقتي يستغل الفرصه، بما ان داخل علينا رمضان. كل سنه وانتم طيبين. استغل الفرصه دلوقتي وانزلي هاتي طماطم. الطماطم دلوقتي ب5 جنيه وب4 جنيه. وعارفين الطماطم ده انا جايباها بكام؟ والله جايباها ب4 جنيه اهي. ب4 جنيه جايباها من السوق ب4 جنيه. في ناس جنبنا بيبيعوها بس ب5 جنيه، يعني فارق جنيه بس حلو اهي. هتقولوا يا ام غنى فيها صفار بسيط. لا هي انا هسيبها شويه كده على البتاع عشان انا اصلا هصلصلها عندي الفريزر. التلاجة مش عارفه بايظه ليه. التلاجة بتعمل صوت كده وبايظه. ربنا يستر بقى عشان اعرف احط الحاجه دي. انا سايبه الحاجه دي بره كده. وجبت بطاطس، انا حطيت البطاطس. وجبت بصل، جبت البصل اللهم صل على النبي. جبت البصل ب15 جنيه. جايباه البصل الاحمر. البصل الابيض ب10 جنيه يا جماعه في السوق. وجبت اللهم صل على النبي ايه تاني يا بنتي يا مغنى. والبطاطس ب10 جنيه تمام. بس انا البطاطس دخلتها جوه يعني وكده. والبتاع انا قلت اصور لكم كده على السريع. وجبت بقى جرجير وشبت وبقدونس، عشان انا جايبه شبت وبقدونس وكزبره عشان خاطر اخرطها مع دي تمام. واعملها كيسين كده في الفريزر نبقى نطبخ منهم. على فكره انا لسه لغايه دلوقتي ما خزنتش بتاع ده الزبانخ، فهنشوف كده نخزنها مع بعض. يلا يا جماعه كملوا معايا الفيديو. حط اللايك اللي مش حاطط اللايك حط اللايك. بنعمل سمك يا جماعه عقبال عندكم.
عقبال عندكم بنعمل سمك. ما اشوف كده ما شاء الله، بصوا زي الفل. بصوا السمكية بتتكلم عن نفسها، متحمرة كده وايه متهنتنة. اسمها ايه؟ قولوا لهم كلمة يا ماما. في المنطق اعملها تصوري في حماتك ومش بتصوري مامتك. مامتك فين؟ اي مامتك مامتك فين؟ انا هوريها لكم دلوقتي. حطي لايك، انا عايزة بقى الفيديو ده يضرب لايكات كتير. يضرب تحطي لي لايكات كتير كده، لايكات كتير كتير كتير. اوكي. للسمك طبعا ولا ماما. اما اشوف هتعملوا للسمك قد ايه ولو امي قد ايه. ست الحبايب يا ضنايا انت. بصوا بقى السمك وجماله، يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله، ما شاء الله. ولع فيه. هو عارف ان انا بصوره باين، فقال ما اولع في الفرن. والله اول مره يولع كده في الفرن. المهم يا اولاد، بصوا سمك ام غنى اللي ما فيش زينا. لا في طبعا في، يعني سمك ام غنى اللي بيتكلم عننا. بصوا يا جماعه، امي ايه اول ظهور لامي. ما حوش المقشه لام سيد الحبايب يا ضنايا انت اهي. قولوا لهم كلمه بالله عليك يا ماما كده، سلمي عليهم. قولوا لهم كلمه عشان بيسالوا عليك. صباح الخير عليكم، كل سنه وانتم طيبين وبعد الايام يا رب ان شاء الله، ويصلح حالكم يا رب عشان يرجع وينجح الجميع. وكل سنه وانتم طيبين في مناسبه رجب والسنه الجديده ان شاء الله يا رب. يا رب. ما يخيب لحد تعب يا رب، ينجح الجميع يا رب، واولادنا واولاد المسلمين يا رب، وكل اللي احفادي يا رب واولاد المسلمين كلها. امين يا رب. وكل اللي نفسهم في حاجه يتمنوها يا رب ربنا يديها لهم ان شاء الله. ربنا تتحقق ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. شكرا يا غانم. العيال مش راضيه تصورني. ماشي. متحاميين في نينتهم يا ولاد. متحاميين في نينتهم. احنا قاعدين قدام الفرن، الجو ساقع يا ولاد، فقلنا نتدفى كده ايه، نتدفى ايه لا حول الله يا رب. انا بحسب بتاعي. قلنا بقى يا ولاد نقعد قدام الفرن كده. بصوا بنشوي سمك في المطبخ وبنشوي في الفرن البوتاجاز. بنشوي سمك. طبعا في فيديو قبل ده كده هينزل، كنت عامله غدا لامي. يعني فيديو قبل ده اكيد نزل، يعني لسه هينزل، بس هو نزل تمام. هو نزل هتشوفوه قبل ده، يعني هو هينزل هتشوفوه قبل الفيديو ده. كنت عامله بقى اكل وكده وورق عنب وكده، عشان ما حدش يقول لي ايه امك جايه لك وعامله لها سمك. اول يوم عامله لها سمك، الناس كلها 3 ايام النهارده دي ايه 3 يوم كده. فهي جايه تقعد معايا اسبوعين. الناس تقول لي ايه يا ام غنى، انت حماتك بتبقى تظهر معاك، امال امك فين؟ امك فين؟ اهي امي يا ولاد. قولوا لي بقى ايه رايكم، انا شبهها ولا هي شبهي ولا ايه ولا ايه؟ قولوا لي بقى. ازيك يا امي، عامله ايه؟ اخبارك؟ هي على فكره مش بتظهر، بس يعني بعد فين وفين خليناها تظهر، يعني ربنا يسترها بقى مش تتطلق. المهم يا ولاد، عايز ايه يا عمر؟ بتكلم. بيقول لي بتضحكي كده ليه يا ماما؟ ايه يا ابني، هو حرام الضحك. ابني بقى له فتره كده بيقول لي يا ماما انت بتضحكي ليه؟ هو قولوا لي يا جماعه احنا نعيط ولا ايه؟ ولا إيه؟ قولوا لي يعني كان ينفع نعيط ماشي، يعني انت يا ابني هتخلينا تنكد علينا ليه؟ بتنكد عليا ليه يا ابني؟ في الفرن يا ابني بتنكد عليا ليه؟ انا صوتي بس هي بقى مش راضيه تسيبني خالص، عماله تقول لي يا بنت اعمل معاكي. انا مش راضيه اخليها تعمل حاجه. انا يا جماعه مش راضيه اخليها تعمل حاجه خالص، بس هي بقى ايه قاعده مش مريحه نفسيها. بتقول لي انا عايزه اعمل معاكي، انا عايزه يعني اساعدك في حاجه. هي بقى ايه، انا عملت الحدق اهو حطيته قدامها. ده الحدق يا جماعه، انتوا عارفين الحدق بتاعي، عاملاه معاكم قبل كده كذا مره اهو. قلت بقى ايه، هي تقعد بقى ايه، انا اطلع لها السمك وتعمله تمام. انا بطلع السمك وبديهولها بقى تحضر. يلا بقى نقلب الكاميرا. صورت يا ابني؟ مالك يا عمر فين؟ فيديو. طب ماشي، انت مبين اننا؟ طيب بصوا يا جماعه، احنا النهارده زي ما انتم شايفين كده بنعمل السمك، وماما بتحدقه. وقولي كلمه بقى يا ماما قبل ما احنا خلاص قربنا نخلص. بتشوي وانا بحدق عليك. احنا قربنا اصلا نخلص اهو. بس
لسه سمكتين كده في الفرن. يو انا عامله المشا ناحيه موتي. يا جماعه، والسمك احنا بنحب السمك، عشان كده ايه بنعمل سمك. تمام. والجو ساعة وامي قاعده بره، قالت انا هاجي يا بنت اساعدك. قلت لها تعالي يا ماما ساعديني. هي عايزه تقعد في الدفا يا ولاد، مش عايزاها تعمل اي حاجه عشان في حد هيقول لي انا عارفه في واحده هتطلع تقول لي ايه هتطلع مش شغاله امك ليه. والله امي قاعده عايزه تقعد جنب الفرن. ان كان علينا عايزين نجيب شاليه. عارفين الشاليه يا جماعه؟ المنقد. في ناس بقى مش عارفه الشاليه. عارفين المنقد يا جماعه؟ في ناس عارفه الشاليه وفي ناس عارفه ان هي اسمها منقد. واحد بقى عايز يجيب المنقد. الشراوي عارفين المنقد. واحد عايز يجيب المنقد ده. عارفين الشاليه والبحراوي والبحريه عارفين البحراوي عارفين المنقد. كلموا يقولوا المنقد. كلامهم حلو. زي الشراوي. وبعدين ايه؟ اللهم صل على النبي. احنا ايه نفسنا كده في المنقد، ونحط بقى الشاي، يعني نحط بقى الكنكه يا ماما ولا البراد. الشاليه. على الشاليه بقى، واشربوا بقى احلى شاي. شاي بالمنقد حلو. الجو بتقولي الجو عندكم دافي هنا في القاهره. والله دافي. بس عندهم سقعه وتلج. احنا عندنا بنقعد تحت البطاطين. انا كنت عايزه اجيلكم والله، كنت عايزه اجيلكم في السقعه دي، وانتوا كده بقى مش هنيجي. ليه؟ الجو تلج عندكم، احنا نقعد في الدفا. هي يوم كده ويوم كده. قضي معانا انت الدفا، ولما ان شاء الله الجو يدفع عندكم نبقى نروح ان شاء الله. نبقى نروح انا عامل قعد اسبوعين، ما قاعده اسبوعين. ماشي يلا. ما انا عندك من اول الاسبوع لسه كمان ان شاء الله الاسبوع الجاي. انا مش راضيه امشيها. قلت لها لو مشيت الاسبوع ده مش تعرفيني ولا ادخل لك بيت. قالت خلاص هقعد معاكي كمان اسبوع. تمام ان شاء الله.